أحيانا بيكون أقرب الناس لينا هم سبب في أذيتنا، وفي نفس الوقت ناس غريبة يمكن شفناهم مرة واحدة في عمرنا هم سبب فرحتنا ونجدتنا من مصايب الدنيا. أنا أحمد، عندي 35 سنة، متجوز من 5 سنين وعندي طفلين. شغال في شركة والحمد لله مرتبي كويس وراضي جدا بمنصبي فيها. بس كانت مشكلتي الوحيدة هي بعد بيتي عن شركتي، وعلشان أسهل المشوار الصعب ده عليا قررت أبيع شقتي واشتري شقة جديدة تكون جنب شغلي. أخدت مراتي سمر وفرقتها على كذا شقة لحد ما لقينا شقة كويسة ومناسبة للمبلغ اللي معايا. وقلت لسمر الشقة دي يا سمر أنسب شقة، سعرها مناسب للفلوس اللي معانا. هي مش واسعة قوي، بس لحد ما ربنا يكرمني وإن شاء الله هجيبلك أحسن منها. لأ يا حبيبي، أنا مش عايزة الشقة دي، أنا عايزة الشقة اللي شفناها امبارح، واسعة وجميلة وفي عمارة شيك قوي، حتى الفيو بتاعها أجمل من الفيو بتاعت الشقة دي. يا سمر أنا كمان عايزة الشقة الواسعة الجميلة الشيك دي، بس الفلوس اللي معانا مش هتكمل سعرها، ومش هقدر أبيع العربية اللي معايا لأني بحتاجها حتى في شغلي. ومين قالك بيع العربية؟ أنا كمان عايزة العربية. ما تاخد قرض. هو أنت أول واحد ياخد قرض؟ ما الناس كلها بتاخد قروض، وأنت بتقبض 9000. نعيش إحنا ب7000 بس، وال2000 تسدد بيهم القرض، والقرض كمان عشان يتسدد هياخد 2 ولا 3، هيعدوا بسرعة ونستحمل مع بعض. ايه رأيك في أفكاري؟ بس يا سمر القرض حرام، وممكن ربنا يغضب علينا ومش هنرتاح في حياتنا. الرضا بالمقسوم عبادة يا سمر. معلش، خد القرض المرة دي واشتري لي الشقة اللي أنا عايزاها، وما تاخدش قروض تانية بعد كده، وأنا وعد مني هعيش معاك بال7000 كل شهر وهصبر عليك. وفعلا سمعت كلام سمر واشتريت لها الشقة اللي هي عايزاها، وطبعا أخدت القرض. وللأسف سمر من أول شهر ما استحملتش العيشة بال7000 في الشهر، وخصوصا إننا عندنا طفلين ومصاريفهم كتيرة. ولقيت سمر بتقولي أنا خلاص مش طايقة العيشة اللي على القد دي، أنا تعبت. إيه يا سمر مالك؟ مش اللي احنا فيه ده بسببك انتي؟ فعلا ده جزاء اللي يمشي ورا كلام واحدة مقفلة حقاهم حكمتهم امرأة. أنا قلتلك القروض حرام وبتجيب الفقر. استحملي يا سمر، كلها 2 سنين بس زي ما قلتي، مفيش في ايدي حاجة اعملها لك. وبدأت سمر تتغير في معاملتها معايا وحتى مع العيال، وكانت دايما مش مهتمة بيا ولا بأمور البيت. وكنت أقول لها مالك يا سمر، متغيرة ليه؟ وما بقيتيش معايا زي الأول ومهملة في البيت ليه؟ أرجع من الشغل مش بلاقيكي حتى عاملة الأكل، ده أنا أحيانا ببقى راجع من الشغل تعبان وأقف أنا وأعمل الأكل وأغسل المواعين كمان. وبعدين ليه دايما ماسكة الموبايل؟ في إيه اللي مغيرك؟ إيه مالك شايل في نفسك كل ده مني؟ أنا بعمل اللي أقدر عليه في البيت وأكتر من اللي بعمله، ما تستناش مني. وبعدين اطبخ يا جارية، كلف يا سيدي. أنا قلتلك قبل كده إني خلاص تعبت من العيشة الضيقة دي، ما تشتغل شغلانة تانية. كل الرجالة عشان يكفوا بيتهم بيشتغلوا شغلانتين. وفعلا اشتغلت شغلة تانية، وبقيت مش بشوف النوم ولا الراحة عشان أوفر لها هي وأولادي الحياة السعيدة. وفضلت على الحال ده 6 شهور، وسمر كانت راضية إلى حد ما. وفي يوم وأنا في شغلي الأساسي في الشركة، سمعت إن الشركة بترفض وبتستغنى عن أي حد عرفت عنه إنه بيشتغل شغلانة تانية، لأن الشركة دي من شروط عقد الشغل فيها التفرغ. وعشان كده كنت لازم أختار ما بين الشركة أو الشغلانة الجديدة، وطبعا كان لازم أختار شركتي لأن مرتبها أكبر من مرتب الشغلة الجديدة. واضطريت أسيب الشغلانة الجديدة، ورجع الوضع كما هو عليه، مشاكل مع سمر من قلة الفلوس. وبعد ما سبت الشغل الجديد بأسبوعين بس، لقيت محضر جالي البيت وبيقولي امضي هنا يا أستاذ أحمد، مراتك رفع عليك دعوة نفقة. مضيت ودخلت لسمر وقلت لها رفع عليا دعوة نفقة يا سمر، وانت السبب في الفقر اللي احنا فيه،
وكمان بتشتكي؟ أيوة رفعتها، عشان أنا اشتكيت لك قبل كده كذا مرة من ضيق العيشة ومن قلة مصروف البيت، وأنا ما أقدرش أعيش كده. اتصرف وإلا أخد حقي منك بالقانون. أنا حاضنة يا حبيبي، وممكن أخد منك الشقة كمان. قولي كده بقى وباني على حقيقتك. انتي سعيتي عشان اشتريلك الشقة دي عشان عينك عليها وعايزاها ليكي، وبعدين ايه الجبروت اللي انتي فيه ده؟ رفع عليا قضية نفقة وانتي لسه على ذمتي. عادي يا حبيبي، نعيش مع بعض ونربي العيال سوا، بس لازم اخد حقي منك، شقة ونفقة. وبعد شهر من المروح والمجية على المحاكم، قضية ورا قضية، لحد ما المحكمة حكمت لسمر بالنفقة وكمان نص الشقة تكون ليها. وكل ده وهي لسه على ذمتي، وعشت معاها في الشقة مضطر. وقلت لها أنا مش مسامحك يا سمر على ظلمك ليا، يعني عشان أنا كنت طيب معاكي وبسمع كلامك وبحققلك كل اللي بتتمنيه، تعملي فيا أنا كل ده وتقابلي الحسنى بالإساءة؟ اوعي تكوني فاكرة إني ما طلقتكيش حبا فيكي، لأ، عشان مضطر أعيش هنا معاكي لأني ماليش مكان تاني، وعشان الولاد. وفي يوم وأنا بشتري حاجات لأولادي، سمعت حوار دار بين صاحب المكان وواحدة ست شكلها غلبان قوي وباين عليها علامات الفقر والوجع. والست دي قالت له حكي لو سمحت، في ناس ولاد حلال قالولي إنك اليومين دول بتوزع زكاتك على المحتاجين، وأنا أرملة عندي طفل مريض سكر ومحتاج أكل وعلاج، الله يكرمك ويكبر بخاطرك يا رب. لا يا ست، أنا مش هقدر أساعدك، أنا خلاص طلعت كل زكاتي ومش هقدر أطلع حاجة تانية، الله يسهلك. ولما سمعت الحوار ده الست صعبت عليا قوي، ومشيت وراها وندهت عليها وقلت لها يا حاجة، أنا سمعت الحوار اللي دار بينك وبين صاحب المكان، خدي المبلغ ده وهاتي لابنك الأكل والعلاج، ودي نمرتي ولو احتجتي أي حاجة كلميني. روح يا ابني، ربنا يكبر بخاطرك ويردك من الموت. ولما سمعت الدعوة دي، ربنا يردك من الموت، استغربت جدا وما فهمتش معناها، وقلت في نفسي وقتها حتى لو مش فاهم الدعوة أكيد ربنا شايل الخير، لأن ربنا بيجازي المتصدقين. بس للأسف أنا لسه عايش مع سمر وهي لسه على ذمتي رغم شعوري بالقهر بعيشتي معاها، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من قهر الرجال. وفي يوم كنت سايق عربيتي على الطريق السريع، ومن زعلي ما شفتش الطريق قدامي وعملت حادثة كبيرة، وكانت حالتي خطيرة جدا. وبعد ما حالتي بدأت تتحسن، للأسف حصلت لي مضاعفات ما بعد العملية الجراحية. والدكتور قال لسمر والأهلي احنا عملنا اللي نقدر عليه، ورغم انه كانت حالته بتتحسن إلا إن إرادة ربنا فوق كل شيء، كلها ساعات وابنكم يفارق الحياة، وحاولوا تبدأوا في إجراءات الدفن. أنا كنت سامع كلام الدكتور لسمر والأهلي وكنت حاسس بكل حاجة حواليا، بس مستغرب جدا إزاي بعد ما كنت حاسس فعلا بكل سكرات الموت لقيت نفسي فجأة بقوم وبشيل الأسلاك اللي ربطاني بالأجهزة، وقمت ومشيت على رجلي ولا كأن كان فيا حاجة. وفي اللحظة دي فهمت دعوة الست غلبانة، أنا فعلا ربنا ردني ورجعني من الموت. عمري ما كنت هفهم الدعوة دي غير لما أجربها. سجدت لربنا أشكره وبكيت من الفرحة. ولما طلعت بره لقيت أهلي بس ما لقيتش سمر. بس ايه الجرأة اللي انتي بقيتي فيها دي؟ عادي كده جايباني شقتك؟ ده انتي ما كنتش بترضي أبدا في كل مرة كنت أطلب فيها منك الطلب ده. ما خلاص بقى، أنا دلوقتي أعتبر أرملة، وزمان أهل المحروس جوزي بيدفنوه، هخاف من ايه بقى؟ احنا دايما من هنا ورايح هنتقابل هنا في شقتي، وبالنسبة للولاد هيكونوا عند مامتي زي النهاردة، وخلينا بقى نقضي وقت حلو مع بعض وبلاش كلام كتير. دخلت عليها الأوضة وقلت لها أنا مش مستغرب من اللي سمعته، طول عمرك إنسانة قذرة، ما تخافيش أنا مش هقتلك زي ما انتي متوقعة، ومش هوسخ إيدي بدمك. خدي الورقة دي هتكتبي فيها اللي أنا عايزه وتمضي عليه، وإلا هفضحك.
بس انت عايش ازاي؟ وعايزني اكتب ايه؟ هتمضي على تنازل عن الشقة والولاد، وأظن ده حقي. حاضر، همضي لك على اللي انت عايزه يا أحمد، بس ما تفضحنيش. وأنا دلوقتي عايش سعيد مع ولادي، وربنا عوضني ورزقني بزوجة صالحة. أما سمر رجعت لأهلها بفضحتها، والحمد لله ربنا خرجني من كل مصيبة وقعت فيها بفضل رحمته أولا، ثم بفضل قربي منه وعمل الصالح. وعايزكم تفهموا كويس قوي إن الصدقة بتدفع غضب ربنا، وكمان ممكن تعملك المعجزات العظيمة في حياتك كلها.